وضيفي عليهم إن كل حد حواليها ويمكن نفسها هي كمان بيطالبها إنها ترجع زي ما كانت قبل الولادة. صباح الخير، حلقة جديدة من برود شاتس. أنا نورة وانا الاء، ومعانا النهاردة جاست كيوت جدا. هي متقالش عليها حاجة غير كيوت. يا هند القاضي، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. يعني هي هدوء. هند لما بشوف الكونتنت بتاعها حد كده يقول لك ايه، تهدي انت كأم، افصلي، اهدي. انت كويسة. يعني فعلا بتبصي قوي يا هند على حته ان احنا كأمهات لازم نتعامل مع نفسيتنا احنا الاول عشان نعرف نتعامل مع اولادنا. هو ده هدفي فعلا، ان احنا نبقى بنشوف نفسنا الاول قبل ما نبتدي نشوف بقى البيرنتينج وهنعمل ايه، وانا محتاجه ادرس كذا ولا اخد بالي واتعلم زي غير للبيبي. انا محتاجه اشوف نفسي انا الاول كأم. الحاجات دي مهمه كلها، يعني مش هنرميها، بس يبقوا الاثنين امبارل بالتوازي مع بعض، بحيث ان هو مش بس ان انا محتاجه اتعلم اغير البامبرز وارضع ازاي والولاده والحمل، انا محتاجه كمان اشوف انا كشخص بيتحول من مجرد ست الام ايه اللي بيحصل له، او بيتحول من مجرد ست الام. دي هي دي بس. والله دي حته مهمه، لان احنا دايما ندارج انه عادي، ما كل الناس بيبقوا قطة الشارع بتخلي، او عادي ما ايوه ايوه عادي، كلنا بقينا امهات. وسبيشالي بقى لو انت كذا حد سابقك مثلا من العيله حواليكي او اخواتك او كده، اللي هو كله عملها، يعني انت ايه جديد؟ احنا كلنا جنبك مثلا. ففكره الترانزيشن ده، لا الحقيقه ان الترانزيشن دي كبيره وتقيله، يعني خصوصا ان احنا ماشيين في تراك مختلف خالص عن حتى ستات زمان قوي. لا احنا دلوقتي طول عمرنا اون تراك بتاع المذاكره وكل حاجه متفضيه لي عشان اقعد اذاكر واحقق نتائج، وبعدين بروح الكليه وبروح الشغل بقى عندي التارجت وبترقى وشهادات، وبعدين فجاه حد شالني من على التراك ده. بصي بقى انت هتقعدي على الكنبه ترضعي. بالظبط. تفضلي قاعده بالثلاث ساعات بالاربع ساعات والبيت بيكركب حواليكي، وبعدين مش عارفه اقوم اسيب البيبي عشان اطبخ عشان مش عارف ايه. كل دي نقله كبيره للام عشان هي محطوطه في تراك، وبعدين فجاه اتحطت لا بصي انت بقى كل ده وتعالي اعملي ده. صح. فهي ترانزيشن كبيره يعني، وحاجه علميه يعني مش مجرد كلام. يعني هي الناس اصلا ناسيه فكره ان انا اوريدي عشان ابقى من بنت لست متزوجه دي لوحدها ترانزيشن، ان انا ابقى مسؤوله عن البيت وانضفه واجيب حاجه الثلاجه وايه اللي ناقص، ايه الحاجات، كل دول هسل. والناس بقى اللي بتخلف اول ما بتتجوز على طول، طب خدي بقى كمان بيبي معاهم انجوي. وانت بتهندلي البيت هندلي البيبي ده معاكي. وهو حلو قوي المثال اللي انت ضربتيه ده، عشان هيخليني اعرف حاجه كبيره في الترانزيشن دي. يعني انت قلتي لا ببقى بنت وبعدين ابقى ست متجوزه. لو احنا هنرجع كده لورا ستاب كمان، حته ان انا بتحول من مراهق لادلت، لشخص بالغ ناضج. لو جينا نفكر فيها كده هنلاقي المراهق بيعدي بتغيرات ايه؟ نفسيه، جسديه، هرمونيه، في الايدنتيتي بتاعته، سوشيالي، فاينانشلي، سبيريتشولي. بيعدي بالسبع تغيرات دول، واحنا بنبقى متقبلين ده عشان هو مراهق وعادي وبتاع، بعدين بيبقى شخص بالغ ناضج وبنبقى كلنا عادي مبسوطين بقى بيه، خلاص كبر. حد يقدر يقول له ارجع مراهق تاني هنقول عليه الهبل ده، خلاص يعني دي حاجه ما بتعملهاش اندو. بالظبط. تعيشي في الام، احنا بنعدي بايه في الحمل والولاده والامومه، جسديه، نفسيه، هرمونيه، والايدنتيتي، سوشيالي، فاينانشلي، سبيريتشولي. محدش شافهم اصلا، وبتحصل اسرع بكتير لان المراهقه بتحصل على مدار سنين، انما الام بتحصل في مجال شهور او يعني حاجه بسيطه. وضيفي عليهم ان كل حد حواليها ويمكن نفسها هي كمان بيطالبها انها ترجع زي ما كانت قبل الولاده. صح. محدش شايف الترانزيشن ده، وفي اكسبكتيشنز كمان. يعني حتى المراهق احنا بنسيبه في حاله عشان هو ماشي في الترانزيشن، لا انت ماشيه في الترانزيشن، في اكسبكتيشنز منك وفي متطلبات وفي كائن هو انت مسؤوله عنه توتالي 100% كمان. يعني ده حقيقي فعلا. وحته الاكسبكتيشنز دي مهمه قوي، سواء من نفسي او المجتمع متوقع عني ايه. متوقع ان انا انزل في وزني زي بنت خالتي بعد 3 شهور، ولا ارجع لشغلي بعد 3 شهور،
ولما ارجع شغلي دي برضو نقطه، ان انا لما ارجع شغلي ابقى ببرفورم زي ما كنت قبل كده بالظبط، واكون بعرف اقعد اوفر تايم زي ما كنت بقعد قبل كده بالظبط، ازف ان انا نفس الشخص. بس guess what، مش نفس الشخص. احنا عدينا بنقله كبيره. زي ما المراهق ما ينفعش يتصرف او اسفه الادلت ما ينفعش يتعامل بنفس طريقه المراهق، لان هو بقى ادلت خلاص. انا كمان بقيت ام، فانا كمان حصل جروث كبير في شخصيتي وفي الفاليوز بتاعتي وفي اولوياتي وفي حاجات كتيره قوي. بس انا هقول لك على حاجه، عشان المنتاليتي دي اصلا مش موجوده عندنا كأمهات كمان. يعني انا بطالب المجتمع يبص على حاجه احنا نفسنا مش بنشوفها. فدايما لما بعد ما بنخلف وعدينا مثلا اول 3 شهور ورجعت باك تو ورك، هبص لنفسي اللي هو ايه، انا عايزه الحق ارجع اخرج زي ما بخرج، والحق اشتغل زي ما بشتغل، وفت يعني بفت ان حياتي مع الامومه دي. ازف ان انا جبت شنطه جديده. مش بس بالظبط. انا عايزه اقول لك مثال بجد، هو يعني سبحان الله كان حاصل حقيقي. انا بعد ما خلفت بنتي الاولانيه كنت عندي يعني مش عارفه ليه هوس فظيع ان انا ارجع البس البنطلون الجينز بتاعي قبل الولاد. وعماله قاعده ده مايلستون انا قاعده مستنياه ومش هرميه، انا هرجع له شهر، في التاني، في التالت، في الرابع، في الخامس، وبعدين وصلت السنه وحسيت انا عندي بنطلون بالتيكت لغايه النهارده ابيض بالتيكت بوايد لنفس. انا عايزه اقول لك هو اصلا مبقاش ترند خلاص، هو اساسا موت ترند يعني خلاص هو قفل. وبتوقفي الدنيا، يعني بتوقفي حياتك على البنطلون ده بدل مثلا ما انجوي ان انا اشتري بنطلون تانية. وده مثال بسيط. بتوقفي نفسك على ده. فنفس الكلام في كل حاجه، انت موقفه نفسك زي موقفه نفسك على البنطلون، انت موقفه نفسك على حاجه معينه، مش قادره بقى تبص باي حاجه غير لما ده يحصل. بالظبط. سواء بقى ان انا محتاجه ان انا ارجع نفسي لمقاس بنطلوني، انا محتاجه ان انا ارجع نفسي في الشغل في مكانتي بالبرفورمانس بتاعي، انا محتاجه ارجع علاقتي بزوجي زي ما كنا قبل ما نكون متجوزين، قبل ما نكون مخلفين. انا محتاجه لا انا عايزه ارجع مرحله الخطوبه بقى كمان. عايزه ورد. انا عايزه ان انا عايزه افضل بعرف اصل رحمي بنفس الطريقه واود كل الناس واسال على كل الناس بنفس الطريقه. انا عايزه وكلها ايه زي ما ماشيين طول اليوم بنجمع. فزي ما واحده صاحبتي قالتها لي failure points، ماشيه ورا الثانيه واحده ورا الثانيه، تيجي اخر اليوم مش طايقه نفسك ومتعصبه، ابنك بقى يعمل حاجه صغيره ولا في وسط ده، تخيلي انت في وسط ده وبعدين ابنك يقوم عامل حاجه، خلاص بقى لو انا ما عنديش اصلا هتاكليه mental ولا emotional space ليك انك تيجي ترمي لي حاجه انا مش فاضيه القفها يعني. ده حقيقي صح. لا يعني ترانزيشن، انا الترانزيشن دي شفت ريل، عارفه لما تبقى انت عارفه الحاجه بس تشوفي حاجه كده تسمع معاكي، ريل اللي هو انت بقيتي انت عمرك ما ترجعي ما تبقيش تاني، فتحسي كده انك ترجعي. يعني انت دخلتي في فيز اوف مسؤوليه ومايند سيت وتفكير، انت مش هترجعي تاني. احنا دايما مستنيين انه مثلا امتى هنام براحتي، امتى هخرج براحتي، امتى الدنيا بتبقى اسهل وبتتاقلمي معاها، بس انت بقى في حد في دماغك. يعني اكبر دليل امهاتنا، يعني هم لحد دلوقتي طول الوقت بيتصلوا بينا ويطمنوا علينا وشايلين همنا وشايلين مسؤوليتنا احنا وعيالنا. فخلاص يعني هو there is no going back بالحلو والوحش بتاعه، يعني انا لازم اتعامل مع ده. يعني دي حاجه انا كنت عايزه احطها بقى تحت الاضواء مهمه قوي، ان احنا مش بنقول كده على اساس ان الامومه وحشه، لا هي نقله في الحياه، نقله سيزون زي بقيه الحاجات اللي مرينا بيها. زي ما احنا ما ينفعش نرجع من شخص بالغ ناضج لمراهق، وحاجه لوجيك اللي حد قال كده وانا عليه مجنون، يعني ما اكيد مش هيرجع، بس احنا تربينا على ان الام بترجع بالظبط. بس هو في الواقع هي ما بترجعش، هي عشان ترجع عشان تعرف تكون بتشتغل from 9 to 5، تكون بتربي ولادها، بتوديهم التمارين، تاخد بالها من جسمها، علاقتها بجوزها ما تتأثرش، تعرف في حد واحد اللي بيدفع الثمن ده في النص، في حاجة واحدة بتحتاج انها تتنازل عنها في الوسط ده، وهي نفسها. ده حقيقي. فلا هو احنا مش بنرجع فعلا، وده مش حقيقة وحشة ولا حقيقة لو خلاص هو ما فيش امل، لا هو مفيش امل لايه، هو انا كنت متوقعه ايه اصلا. بالظبط، عشان حتى expectations مش واقعية أصلا. بالظبط. وفي transitions أو التغييرات، يعني في وسط كل ده انت بتحاولي ترجعي وبتحاولي تبقي back on track كده. احنا أصلا ناسيين تأثير الحاجات النفسية. يعني نفسيا انت حالتك النفسية ايه بعد الولادة، التغييرات الهرمونات دي بتأثر على نفسيتك، وفي ناس بيجي لهم depression. أنا كتير من صحابي كده كتير اكتبوا بشهور. أنا شخصيا جالي اكتئاب ما بعد الولادة، وجالي postpartum anxiety، وكان المين ريزن عندي أنا كهند
في بيبقى فيه اسباب هرمونيه، في بيبقى اسباب نفسيه، وساعات بيبقى تندنسي عند الشخص وهو عنده ميول اصلا من قبل كده، كان عنده اكتئاب او كده. فدي برضو حاجه بتبقى مهمه ان هي تبقى عارفه ان انا عندي تندنسي، ان انا كان عندي اكتئاب قبل كده، كان عندي انزايتي قبل كده، عديت بتروما معينه. الحاجات دي كلها ساعات بتبقى فايرد في الحمل والولاده. فانا شخصيا عديت بالحاجات دي، لان انا كنت هفطس وارجع هند بتبرفورم زي زمان، بتاكسل زي زمان. انا لو طلعتي البلانز بتاعتي، انا شخص كنت بلانر رهيب يعني، لو طلعتي البلانز بتاعتي وقعت في ايدي وانا عند ماما كده، الحاجات المذاكره صح صح صح, صح. دلوقتي الواحد بيكتب حاجتين في الليست وما بتتعملش بالظبط. فاللي هو لا، انا مصره ان انا اقوم اعمل حاجه. انا مش هنسى ابدا، وبنتي كان عندها تقريبا 8 شهور تقريبا، كانت مزنزقه جدا ومقريفه وبتسنن بقى، ولا كانت بطنها وجعاها حاجه كده. وانا كان عندي مشوار مصره انزل اعمله، وطول النهار بقى ماشيه في الشقه، انا مش عارفه انزل، انا مش عارفه انزل، هي عامله كده هي. وبعدين فجاه حسيت خلاص انا هاجله لبكره، خلاص ما يعني انا بتخانق مع الواقع، خلاص انا هاجله. ما فيش نص ساعه بالظبط لقيتني في الارض قاعده انا وهي بنلعب وبنضحك. acceptance. خلاص انا وقفت الخناقه اللي في مخي واستمتعت بالواقع، عرفت اشوف هل التشالنجز راحت، لقيت تشالنجز موجوده، بس انا مخي بدل ما بقى مستهلك ومستنفذ في خناقه مع حاجه حاصله الدنيا بتمطر، خلاص هي حاصله، بدل ما مخي مستنفذ في الاتجاه ده، هو عرف يبص على الواقع، هيعدي التحديات اللي موجوده، هيقلل التشالنجز، هيشوف هيساعد نفسه ازاي. صح. يعني ده انا بقول عليه سؤال سحري فعلا لاي ام، بدل ما تغضبي على الموقف، اساعد نفسي ازاي في اللي بيحصل ده. ما هو النفس ده، بس الفكره انك انت في وسط تلحقيش تعملي تفتكري تاخدي النفس، هو بيجي بالتدريب. بس يعني مش هقول لك كده هتروحي تعمليها في البيت النهارده، انا قعدت مع هند وهي قالت كده اروح اعملها، لا، هي تاخد وقت، وفي اوقات يو ويل سكرو اب وهتزعقي وهتنهاري عادي، عشان انت بني ادم، ما انت مش ام بس، انت بني ادم عدى بتجارب وبترومز وبخبرات وبقصص، وعنده تشالنجز في شخصيته، وعنده ليميتيشنز، وعنده قناعات عن نفسه وعن اللي حواليه، وعن ايه الصح وايه الغلط، وتربيته كانت عامله ازاي. احنا مش حاجه مجرده كده احنا انسان كامل. وعندك تريجرز، يعني حتى لو انا عارفه ريجوليت الايموشنز بتاعتي في حتت معينه، في اوقات لا، انا دي حاجه تريجرنج بالنسبه لي، انا بقى ما بشوفش قدامي بقى مهما كنت قريتي كتب او عرفتي او اتعلمتي. بالظبط. يعني مثال بسيط، انا لو جهازي العصبي مستثار اتشقلبي، ما هو خلاص انت جهازك العصبي مستثار، انت لازم يهدى عشان اعرف اطبق اي اداه من ادوات التربيه، بالظبط، عشان اعرف احتوي بنتي اللي قدامي. انا جهازي العصبي مستثار، هو فايت اور فلايت دلوقتي، قربي مني بقى انا قاعده عامله كده بالظبط. وفي حاجات كتيره في الامومه تريجرينج للجهاز العصبي، كتر الحرك والفرك والتلامس مع الاطفال، الاصوات والزن المستمر انا العياط، انا بجد مجرد ما بتعيط كنا بنتكلم قبل ما نبتدي في الموضوع ده، ازاي ان انا اعرف احل الموضوع ده، ازاي ان انا مثلا، احنا قلنا التلامس الكتير، العياط، الانوار بقى، ولعب الاطفال الجميله اللي بتقعد تكرر نفس الريتم الاغنيه اصلا مزعجه. انا لما بيجي لهم هديه زي دي في عين الميلاد ببقى الله يسامحك ليه وبعدين بقيت بقى خلاص، لما بقيت عمري ما اجيب لحد هديه لعبه بتنور ولا بتعمل صوت، انا عارفه ان دي يعني ابتلاء للام، هتعمل خناقه قدام، هي دي اللي هتعمل. بس فانا لا، انا محتاجه ان انا اوعى ده بقى. اصلا كل حد بيكلمها عن تغيير البامبرز، عن التربيه وعن التربيه والحاجات دي، محدش بيكلمها عن اداره نفسها هي. صح. يعني انا كمامز كوتش بقى، لما جيت اتخصص في الحته دي محدش كان بيتكلم فيها. انا عندي اكتئاب ما بعد الولاده، وعندي بوست بارتم انكزايتي، وفي بيبي عايزه ارضعه اغيره بامبرز دلوقتي، حياتي منهاره. وبعدين حضرت قعده امهات امنه ولقيت ايه ده، من كل الامهات اهي يعني عندهم تشالنجز زي انا. كنت حاجه من الحاجات اللي كانت كأباني جدا، حته ان انا كل حد عارف يحقق حاجه او عايش هو في الامومه يعني، وانا مش عارفه سرفايف حتى. بالظبط. فلما شفت كده حسيت هو ليه ما حدش بقى بيتكلم عن الحاجات دي. بس قررت بقى، انا كنت دارسه من قبل ما اكون كوتشنج 2014، من قبل ما اكون ب3 أو 4 سنين، وقررت بقى انا اتخصص مع الامهات. تعالوا بقى انا عايزه اتكلم، انا عايزه اشوف نطبطب مع بعض على بعض. بس بدات ساعتها ادرس بقى المنتل هيلث بتاع الامومه،
الجهاز العصبي، كوتشنج للامهات، لان ده حاجه كده واقعه خالص. زي ما قلنا بدانا الحلقه بيها بالظبط، ما قطه الشارع بتخلف، ما احنا كلنا خلفنا بس الجنريشن عن جنريشن بيفرق. زمان ما كانش فيه وعي نفسي كمان. زمان كانت الستات اقرب كمان لحته البيت واولوياتها كانت البيت اكتر، ودي حاجه مش عيب يعني. هو يعني نقدر ان هم كانوا الشغل وكده بياخدنا وبيبعدنا اكتر عن الانثى، بيبقى احنا عمالين عندنا تارجت ومش عارف ايه، وكل الحاجات دي اصلا مش شبه صفات الانثى. يعني مش معنى ذلك الانثى بطه، بس هي صفاتها مختلفه، صفاتها العطاء، الهدوء، العلاج النفسي بقى، تعرفي تحتوي وكل الحاجات دي. فلا هي بتحط فجأة في تراك مختلف، حرق 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 وكومبيتيشن وانجاز ومش عارف ايه. نيجي نرجع كده احس لا انا ما اتعلمتش اكون هنا، وبحاول اكون بنفس الصفات اللي هنا. بالظبط. في اكزامبل واحد دايما بيجي في دماغي، انه اتليست يعني مش امهاتنا، قولي جداتنا مثلا، كان عندهم بريفيليج ان الولاد يزرعوا في الشارع. بجد يعني فكري فيها، دي حاجه في حد ذاتها قد ايه تديهم وقت المنتل كاباسيتي رهيبه. يعني كنت لسه بتكلم مع اصحابي امبارح في الموضوع ده، كنا خارجين كان كل واحده بتحكي ازاي كانت بتلعب في الشارع. قلت لها انا كنت بنزل العب بالعجله حوالين الجنينه اللي قدام العمارات اللي احنا ساكنين فيها يعني. وانا شقتنا القديمه اللي كنا عايشين فيها ما كانتش اصلا بتبص على الجنينه دي اساسا. يعني ماما حتى مش واقفه من الشباك بتبص عليا. امان والولاد بيلعب. وتقول وصاحبتي التانية تقولي كان عندهم بيت على النيل، كانوا بينزلوا يلعبوا في الشارع بالليل لحد الساعه 3 الصبح. احنا الاطفال تايم فوق الخيال. لا وبعدين كمان الاطفال مطلعه طاقه وعندها مساحه، مش طول النهار محبوسه ما بين 4 حيطان اسمنت وحاجات تتكسر. بيت مش معمول بيبي بروفينج عشان يقدر يطلع طاقه، وعفش مش مستحمل الاطفال بتنط، وما تقول له لا حاسب، لا خلي بالك، لا مش عارف ايه. كل ده بيعمل ايه؟ ما بيعمل ريزنتمنت ما بين الطفل ومامته، والطفل مش عارف يعيش حياته ولا يطلع طاقته، وام طول النهار تريجرد متوتره وهيخبط الفازه وهيقع من عكنها ما يتفتح راسه. كل الحاجات دي تريجرينج جدا للام. حاجه من الحاجات اللي انا لما بسم الله الرحمن الرحيم بقعد اتكلم معاها كده مع الام، لما بلاقي ان في المشكله دي بقول لها انت محتاجه تعرفي يعني ايه بيبي بروفينج، يعني ايه ان انا اجهز بيتي للطفل عشان ما بقاش قاعده طول النهار عيني وسط راسي. اكيد سمعت الجمله دي طبعا، طول النهار بعيني وسط راسي، يبقى انا بيتي مش بيبي بروفد. انا محتاجه ان انا اجهز بيتي لوجود الكائن ده. هو awareness من وانا بجهز الشقه. ودي awareness من ورا خالص. دي نقطه فعلا. في بيوت دلوقتي بتتجهز هو دي ملهاش بيبي بروفينج يعني خلاص ترابيزه السفره كلها ازاز مثلا السور البلكونه كله ازاز، والبوزات اللي في كل حته اللي هي دماغها تيجي خلاص. ده بيت مش عملي للعيشه، هو بقى انستجرام بيت. هو انستجرام فعلا. المشكله فعلا ان حتى الناس بتوع الديكور او كده محدش بيجي يقول يا جماعه خلوا بالكم وانتوا بتعملوا الحاجه دي انتوا ممكن تخبط فيها قدام. ومحدش شايف الامهات، حتى الديزاينرز مش. انا اكتشفت بقى واحده جميله قوي انتيريور ديزاينر بتنكلود الحته دي بتاعت الامهات والاطفال. بجد بوسيها، سلمي عليها وبوسيها. سلمى المصري عشان لما تسمع هسمعها البودكاست. هي ام ودارسه سايكولوجي اطفال، وبدات لا انا عندي حب الانتيريور ديزاين، وبدات تدمج دي ازاي ان انا لما اجي اديزاين لحد البيت اخلي ان هو بينكلود الاطفال، او حد عنده مشكله في اوضه ازاي نعرف نغيرها. فهو ده الفكره اللي احنا محتاجينه، ان احنا نساعد الام والاطفال يعيشوا حياتهم بدل ما احنا حابسينهم وانتي المفروض تكوني وتكوني وتعملي وتكوني. احنا المشكله ان احنا بنركز قوي على المفروض تكوني وتكوني دول، وناسيه انت بقى. وننسى ازاي ابقى، يعني ازاي الاقي نفسي بره الامومه، يعني ازاي ان انا مش بس ام، وازاي يعني اعرف اجلب بقى نفسي في وسط كل ده. يعني انا اعمل ايه؟ ماشي يعني حلو كل الكلام ده. الكبسوله الكبسوله اول حاجه، حته ان انا الاقي نفسي بره الامومه ده ستيل توقع مش صح، ان انا مش بطلع اوكي مش هنسلخ من جلد الامومه. هي الاقي نفسي مع الام، هي ستيل جزء فيا، ستيل كيمياء مخي اتغيرت، جسمي اتغير. انا محتاجه ان انا اكنولج ده واكسبته وحسد.
انا دلوقتي مثلا عندي مشكله في ظهري او في كتفي بسبب الحمل ولا بسبب الشيل ولا بسبب الرضاعه. انا محتاجه ابص على انا الحاليه current version of myself، بدل ما انا بحاول الاقي حد شخصيه خياليه في دماغي، سواء بقى انا القديمه او حد تخيلاتي. دي حاجه من الحاجات اللي بشتغل عليها مع الامهات الحوامل. انت ايه شكل الام المثاليه بالنسبه لك؟ عشان اشوف هي مستنيه اصلا على نفسها عامله ازاي، هتجلد نفسها عليه ان شاء الله. بالظبط. الام المثاليه دي اللي الاكل كله هيلثي، اللي بتصحى في ميعاد بتنام في ميعاد، اللي شغلها 100% اكيرت وبيتها 100% كلين ومش بتزعق ورفيعه ولا كنت حلوه الجزء بكل حاجه وبكل الناس، وبتنزل وبتخرج وبتطبخ كل حاجه فروم سكراتش مثلا. لا انا محتاجه ان انا اشوف دي في يوتوبيا. ايوه في يوتوبيا مش فانا محتاجه ان انا اشوف شخصيتي الحاليه بقى، انا اتعرف عليها، اديها مساحه، اعرفها، احبها زي ما هي. ساعتها هبتدي اعرف اديها مساحه انها تكتشف ايه اللي بقى بتحبه دلوقتي، ايه الحاجات المناسبه ليا دلوقتي. دايما بقول للامهات في حاجات ممكن ترجع زي ما هي من الهوايات او الحاجات اللي بتبسط منها من قبل الأم. في حاجات تانية لا، في حاجات تانية هتيجي بشكل متغير، في حاجات تالتة انا هقول لها باي باي مؤقتا، ومحتاجه ان انا اكسبت ده، اتقبل ده، لان خلقتي معاه مش هتعمل اي حاجه خالص، هتخليني متعصبه طول الوقت. بالظبط. على فكره انا لو رجعت لها مش هحبها. يعني احنا كنا بنتكلم على ده في السيزون الاولاني في حلقه المي تايم، انه لما باجي اخد وقت مع نفسي مش لاقيه، مش عارفه هعمل ايه، لان انا ما اكتشفتش انا الاقي جديده بقت بحب ايه. بالظبط. يعني لو رجعت اعمل حاجات اللي بحبها قبل كده ممكن مش ده الحاجه اللي بالنسبه لي المي تايم اللي هيخليني افصل. بالظبط، وده اللي انا شخصيتي اتغيرت. يعني انا مثلا واحده بحب السودوكو جدا، انا بحب الارقام والمعقده شويه مهندسه شويه بالظبط كده يعني ما تقلقيش. فانا بحب السودوكو وعندي كتاب سودوكو قد كده. بس انا ساعات بيبقى عندي ايام في اخر اليوم انا مخي منهك بسبب المنتل لود اللي عند الامهات اللي هي ماشيه طول النهار. انا عندي مع الدكتور محتاجه اعمله، انا عندي عيد ميلاد محتاجه اجيب له هديه، انا البامبرز خلص، انا بنتي مش عارف ايه، كل ده اسمه منتل لود طول النهار جوه دماغي. فاحسن مش قادره افكر في ارقام دلوقتي، انا عايزه اتفرج على السقف او ان انا اعمل حاجه تانية تكون بتملاني، مش السوشيال ميديا يا جماعه، عشان دي بجد كارثه. لعنه ان انا باخد مي تايم على لا، هو ده مش سوشيال ميديا، هو سوري، هو ده مش مي تايم. لا ما فيش حد هو اسمه مي تايم، انا قاعده وفي 50,000 بني ادم بيطلعوا لي من غير ما اختارهم، هما بيطلعوا لي. فلا انا محتاجه ان انا الاقي طرق اعرف ان انا استمتع بوقتي فيها. انا دايما بقول تip كده لطيفه لما بشتغل مع الامهات، زي ما الاطفال عندهم باسكت معين فيه لعب، وقت بيقول لك بقى وانت بترضعي البيبي الجديد يبقى عندك باسكت لعب سوفت تويز وقصه عشان البيبي الكبير بقول لهم او الصغير بتطلعي بوكس. لا انت كمان محتاجه يبقى عندك بوكس عشان لما تبقي منهكه في اخر اليوم افتح تنام ومتنحه مش هيجيلك افكار وماليش نفس لا push yourself، افتحي البوكس بتاعك، هتلاقي بقى كتاب السودوكو، هتلاقي تلوين، هتلاقي ماسك لوشك، هتلاقي سكراب، هتلاقي حاجه، هتشوفي انت ايه الحاجه اللي انا بفرح لما استحمى بوقتي. بقى سكراب ايه اللي بتتكلمي عليه دلوقتي؟ انا يا دوبك استحمى. فهي الفكره ان انا يبقى عندي البوكس ده اعرف ابص فيه وانا فاقده الشغف كده في الحياه. انا دلوقتي هعمل ده. وفي حاجه بحب دايما اقولها للام، حاجه اسمها act outside in. يعني ايه؟ يعني انا حاسه انا لا عايزه اقوم العب رياضه ولا عايزه اقوم اخد الدش اللي براحتي، عيل في الحضانه بس انا برضو ماليش نفسي اقوم. بس انا بقول لها في حاجه اسمها act outside in، ان انا افضل قاعده واسمع للشعور اللي جوايا ده acting inside out، انا اللي جوايا احسه وهعمله. بس احنا مش دايما ده هيفيدنا، لان انا ممكن افضل قاعده انا لا ليا نفسي اعمل الحوض ولا اعمل الرياضه ولا اتمرن ولا انا اوقات باكت اوتسايد. انا عارفه ان انا لو قمت لعبت الربع ساعه دي انا هفوق والدوره الدمويه هتتحرك وهبسط ان انا اتحركت ومودي هيبقى احسن. انا لو قمت اخدت الدش ده في اخر اليوم وانا مش طايقه نفسي، حاسه ان جسمي بيتنفس وهبسط وان انا راعيت نفسي، فباكت اوتسايد يعني كاني بجيب الشعور اللي بره بدخله جوايا، سواء من رياضه من دش من اي حاجه من البوكس بتاعي ده. فدايما بقول لها push yourself. البوش الصغيره دي انا عارفه ان الامهات بتبقى حاسه ان انا لا انا مش قادره لها،
بس احنا بنبقى حاسين كده، بس انت محتاجه تفكري ان انا هشحن اكبر من البوش دي، يعني ده هيطلع مني بس انا هيدخل جوايا اكتر، وابتدي ان انا اعمل الحاجه دي، املى نفسي بيها حاجه تحسسني الجزء اللي انت بتقوليه ان انا بني ادم كامل. انت عارفه اصلا The Mom Village البلاتفورم بتاعتي كان اسمها زمان The Whole You قبل ما يكون اسمها The Mom Village. كانت الفكره كلها ان الام انسان كامل، مش مجرد ام ولا روبوت ولا لا، انا انسان كامل محتاج ان انا اخد بالي من نفسي، وعندي حاجات مش متساميه مع مع اولادي والامومه. بصي هي as a summary لو احنا كلنا فاهمين كستات او امهات فاهمين ان في ترانزيشن مختلفه احنا هندخلين عليها، فلازم نخلي اللي هو نوك نوك كده احنا داخلين على حاجه جديده، فاندرستاند دي قبل ما تقعدي تذاكري ازاي هتربي وازاي هتغيري وازاي كل الحاجات بقى احنا كنا بنقولها في الاول، هتحسي ان انت مرتاحه اكتر. فلما هتبقى مرتاحه اكتر هتاكسبت، يعني نفس بقى مش عايزه ريبيت نفس الكلام، بس هاكسبت اللي انا بيجرالي ده فهبدا ابقى احسن. ان دي حاجه نبقى بنتحضر لها، يعني زي ما انت بتتحضري عايزه بارنتال كورسز تعرفي تعملي اولادك، انا اتعامل مع نفسي عايزه موتور كورس مش وان ده سيزون في حياتي. يعني فعلا يعني كلمه حقيقيه جدا، يمكن كليشيه بس هي حقيقيه جدا. هو في اخر لكل حاجه، في اخر يوم ابنك هيبطل يرضع، في اخر يوم هيحبي، في اخر يوم هيبقى بيمشي اخر يوم، فالحاجات بيبقى ليها نهايه. كل الحاجات دي يمكن دي اكبر ستراجل للامهات الجداد، ان هم هفضل كده للابد. لا مش هتفضلي كده للابد، ما تقلقيش. كل ترانزيشن صح. انا مبسوطه قوي ان احنا قابلناكي، يعني احنا اول حاجه اقول ان انا يعني عرفنا بعض ازاي اونلاين والبلاتفورم، بس دي اول مره اشوف بعض فيس تو فيس، فانبسطت ان انا شفتك فيس. وانا كمان اتبسطت قوي ان احنا اتقابلنا النهارده، وان احنا اتقابلنا ثانك يو فور يور سبورت من الاول، يعني من اول بدانا البودكاست، من اول واحده عملت تقريبا فولو واحنا ما عندناش حد يعني احنا بيج صحراء، وهي يعني سبورت وفولو وكل حاجه. انا سبورت كل حد بيدعم الامهات. بالظبط. دلوقتي حتى بعد ما اتكلمنا معاكي ذاتس واي هي بتعمل لايك فعلا، يعني هي بتطبطب على كل حد ايا كان هو بيعمل ايه. لا انتوا بتعملوا حاجات حلوه. ثانك يو سو ماتش. اتبسطنا جدا بالقعده الحلوه. وانا كمان ثانك يو.